انتي مش مجنونه، دي الدوره الطبيعيه لاي انثى. في المرحله الاولى تعبانه وبتنزفي، مش طايقه نفسك وبتكرهي العالم وبتكرهي الراجل وجعانه جدا طول الوقت. الرحم هنا مش على بعضه وقرر فجاه يتخلص من البطانه اللي ملهاش لازمه دي. يلا بقى نرمي الهدوم ونروق الدولاب وناخد قرارات متهوره. انا محتاجه لبس جديد. لا يا حبيبتي، انتي محتاجه بطانيه ناعمه ونشويات معقده وكوبايه حاجه سخنه، واللي يقول لك مالك اديله بالبوكس في عينه. المرحله الثانيه، ادي الربيع عاد من تاني. انتي هنا ورده بتفتح، استروجين في السماء، وشك بيلمع وبشرتك شبه الموديل الكوريه اللي على علبه الكريمه ب 7000 جنيه. دي مرحله الانبلوك والرجوع للاكس. اهدي يا منار واستغلي المرحله بشكل عملي. هنا انتي قادره تظبطي اكلك وتعملي سلطه كل يوم وتحبي الحياه من تاني. في المرحله دي احنا كستات ممكن نحكم العالم حرفيا. المرحله الثالثه مرحله التبويض. انتي هنا بونبونيه ملبسيه، ودي المرحله اللي جسمك بيقول فيها احنا لازم نجيب بيبي ويطلع شبهي وشبهك. على فكره مش لازم. خدي دش دافي وكلي حته شوكولاته وتاني اهدي يا منور. في المرحله الرابعه بروجستيرون ليفل الوحش. بطنك منفوخه ووزنك زايد 2 3 كيلو على الاقل، والبنطلون الجينز ما بيقفلش. دبوس بس هيقرب لك وتفرقعي. عاوزه تاكلي التلاجة، عاوزه تقدمي استقالتك وتضربي مديرك وتفركشي مع الغلبان اللي مش فاهم اي حاجه وبيسال نفسه هي مجنونه دي ولا ايه. بس لا،